تامنوا باللي ملك المغرب يقول السلطه والدوله يقول لهم جاي من عالم موازي، عالم اخر، يزعفوا. ماهيش حاجه تزعف، صح؟ انا نقول لكم اللي قالوا لاثار غضبهم الشديد وشنو هو. ملك المغرب تكلم عليهم في مام 10 10 سكوند، كي تحسبوها بالساعات تلقاوها 10 سكوند، خاطر ما خصص لهمش من وقته بزاف هذوك الجردان الاغبياء اللي في السلطه في الجزائر. اما الحاجه اللي قالها هما اللي هبتهم، نقول لكم شنو هي، انه اعطاه هذاك الخطاب، اعطى فيه امر للحكومه المغربيه باش تستقطب الكفاءات المغربيه في الخارج. قال لهم الكفاءات المغاربه في الخارج، الكفاءات اللي عندهم الاطارات المغربيه اللي في الخارج، جيبوهم استقطبوهم وتجيبوهم نبنيو بهم دوله قويه. جيبوهم اعطيهم حقهم، جيبوهم اعطيهم كرموهم وقيموهم، اعطيهم حق الكفاءات تاعهم وخدموهم واعطيهم مناصب في الدوله. جردان العصابه الحاكمه في الجزائر هبلوا ولاو يرجعوا، خاطر هذاك الكلام هذاك يلحق عند الجزائريين، وعلى بالكم هما ما يقدروش يجيبوا الكفاءات الجزائريه اللي في الخارج، على خاطر كامل يكرهوهم، وعلى خاطر الكفاءات الجزائريه اللي في الخارج تهددهم، خاطر هما بهايم حمير مسودين مغلوقين، اسمهم ما عرفوش يكتبوه، يعرفوا غير الطياح والسبان والاغتصاب والتعذيب والقتل والسفاله والسفاهه والدروغ والرقص ولي كاباري، هذاك هو مستواهم. دونك ايماجيني انت حيجيب لك اطار ودي دكتورون ودي انجينيور ودي شيرشور ودي كيفاش حبيت وين حبيت يخدمهم؟ كيفاش حبيت وين واش هو المناصب اللي يعطي لهم باش يطيروه؟ دونك فهمتوا واش قلقهم من خطاب الملك المغرب؟ هذا اللي قلقهم. الملك المغرب امر الحكومه تاعو من خلال الخطاب هذاك، قال لهم استقطبوا، جيبوا الكفاءات المغربيه اللي في الخارج، حابه تجي المغرب. وصدقوني المغرب دركا كي دونالد ترامب راح في الحكم في امريكا وفرنسا ماكرون عطالو الامانات، يعني ضمانات، وعطالو كلش بلاهم معاه، وعطالو سياده المغرب على الساحه الغربيه، وزاد عطالو خدا دي كونطرا كبار من المغرب وشراكات كبيره واستثمارات فرنسيه كبيره. صدقوني اقسم لكم بالله من 3 4 سنين المغرب تصيبوه احسن من سنغافوره، احسن من تايوان، واحسن من هونغ كونغ. ودوك تشوفوا الصحراء الغربيه كيفاش تشوفوا الكراسيال والمدن، وتشوفوا الطرق والبراجات والوجوه الدنيا اخرى. لاس فيغاس حتى ولا هذيك الصحراء الغربيه. والجزائري يقعد في الدم وفي الخوف وفي الحبس وفي الدروغ وفي ال في ال في, ال في الاغتصابات وفي الحراكات هذا واش يقعد الجزائري، واللي يحلفهم يديوه الحبس ويقعد هارب في البوطي الاوروبا، وكي يلحق الاوروبا يروح يدلوه مدلول ينظف لي طوالات ولا يبيع الدروغ والحبس والهم، وهذا هو مصير.